السلام عليكم. اهتزت مديرية الأزارق بمحافظة الضالع جنوب اليمن ليلة أمس على وقع جريمة قتل بشعة أقدم خلالها شاب على قتل ضيفه، ثم قام بدفنه قرب منزله في حادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط المجتمع المحلي. وأشارت المصادر إلى أن الجاني استخدم أداة حادة لقتل الضحية، ثم سعى لإخفاء الجريمة بدفن الجثة جوار منزله في منطقة نائية، لكن اختفاء الضحية دفع أهالي المنطقة للبحث والتبليغ. وقد أدت التحقيقات الأولية إلى الاشتباه في الجاني الذي اعترف لاحقا بارتكاب الجريمة، وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية. ولا تزال السلطات تجري التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، فيما يطالب أهالي المنطقة بمحاسبة الجاني وإنزال أقصى العقوبات بحقه، لردع من تسول له نفسه الاقتراب من جرائم مثل هذه. شكرا لكم.